خير ما نقبل عليه أو نقبل على الله عز وجل قبل أن ندخل شهر رمضان أن نتعبده بعبادة جليلة وعبادة رفيعة وعبادة عالية مذكورة في القرآن. لكن أغلب الناس للأسف الشديد لهم ثقافة يعني غير ثقافة القرآن. أغلب المسلمين يعتقدون أن التوبة ليست عبادة، أن الصلاة هي العبادة، الزكاة هي العبادة، الصوم هو العبادة، لكن لا يعرفون أن انتظار الفرج عبادة، وأن الصدق عبادة، وأن الخشية من الله عبادة، وأن التفكر عبادة، وأن العقل يعني الإنسان يستعمل عقله عبادة، وأن الذكر عبادة وغيرها. هناك عبادة رفيعة ومذكورة في القرآن بكثرة، عبادة الصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الصيام في الحديث الذي رواه الترمذي الصوم نصف الصبر. إذا نحن ندخل المدرسة، مدرسة قرآنية، البرنامج بتاعها اللي راح يكون معامل فيه كبير وراح يمكنك من النجاح هو الصبر. والله سبحانه وتعالى أعطى لك في القرآن الكريم العتبة، قال لك شوف راجع هذه وهذه وهذه وستنجح بإذن الله. المهم أن تكون من عبادي الصابرين. لماذا؟ قال لأنه فرضت عليكم الصوم من أجل أن تصلوا إلى التقوى، والجنة لا يدخلها إلا المتقون. وأيضا أريد أن أدربكم على عبادة الصبر، لأن الجنة لا يدخلها كذلك إلا الصابرون. وسترون من خلال الآيات القرآنية الصبر عبادة عظيمة. لولا صبرنا أيها الإخوة، لولا الصبر ما راناش في هذا المكان الآن، ومشي الصبر تاعنا. لولا الصبر ما حافظ الإنسان على عقله ولا على ضميره، يخلي الضمير تاعه يعني حي شوية. لولا الصبر ما صبرنا على العبادة. الصبر أيها الإخوة من بين الامتحانات في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى قال لنا وديروها في بالكم جيدا، نحن في امتحان من الصباح إلى المساء. نحن في امتحان، الامتحان راح ينتهي يوم القيامة. الله عز وجل قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليمتحنكم، يشوف أيكم أكثر عملا، لا قال أحسن عملا، شكون يحسن العمل. طيب الصبر واحد، الصبر أحد هذه الأعمال وعمل جليل. انظر ماذا قال الله عز وجل، قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. طيب هذا أم حسبتم يعني الخطاب موجه لليهود أو المشركين؟ لا، موجه للصحابة، موجه للمؤمنين. قال ماكو حاسبين يعني تدخلوا الجنة هكذا. الله سبحانه وتعالى بين أن دخول الجنة مكلف في أعمال من بين الأعمال الصبر، والصبر طعمه مر. الصبر طعمه مر كما سترون في الآيات القرآنية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن هذا امتحان. كاين آية قرآنية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول. زلزال هنا مش زلزال تاع الأرض، زلزال نفسي، تتزلزل حتى يدخل لك الشك. وين الشك؟ فربي سبحانه. وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلي الصحابة، دخلهم الظن في ربي سبحانه. وبعد يجي واحد يقول لك تدخل الجنة. أنا مانيش نقول من راسي، يعني هذا قرآن كريم. الله سبحانه وتعالى جعل الصبر يعني امتحان ستمتحن فيه
باش رب العالمين راح يميز الخبيث من الطيب في هذه الدنيا، فيكتشف من هو الصابر، شكون اللي صبر في هذه الدنيا، ومن جاهد ومن غير.